عايز تخسر؟ روح اخسر. دخلت ماتش ولعبت ضد واحد احسن مني في كل حاجه، وانا مش عارف اعمل معاه اي حاجه في الماتش، ساعتها اعمل ايه؟ بس نقسم السؤال ده بتاعك لجزئين او لردين. الرد الاول هو ده دور المدير الفني او المدرب اللي معاك على الحلبه، ان هو اللي يوجهك بقى، يقول لك انت تعمل ايه. انت عندك داتا ولكن لقيت ان هي مش نافعه مع الملاكم اللي قدامك، فساعتها الدور المدرب بقى ان هو اللي يليد الموضوع ده، هو اللي شايف، هو عينك بره، فيبدا ان هو يوجهك ويقول لك ايه اللي المفروض يتعمل. وبما اننا اتكلمنا عن المدربين، فانت فكرتني دلوقتي بمدرب لو لقاك على الحلبه اللي هو ما انتش عارف تتعامل مع الشخص اللي قدامك، مش مثلا يوجهك ويقول لك بص انت المفروض تعمل كده، يجي يقول لنا اللي هو عايز تخسر؟ روح اخسر. هو على الحلبه، فطبعا بيرعبك زياده، فانت مش عارف تعمل ايه اكتر، انت ما فتنيش في حاجه حضرتك يعني. النقطه الثانيه، انت لما هتكون لاعب بروفيشنال هتوصل ان انت عندك داتا كتير، هتبدا انت لوحدك تترجم انا ليه مش عارف العب معاه على الحلبه. هل هو عشان عنيف، اجريسيف، لعبه غشيم فبياخد الضربات بتاعتي مثلا وبيدوس وبيكمل وبيضغط عليا، وابدا اشوف الحل، يبقى انا اهرب منه والعب على الكاونتر اتاك بعد ضرباته واتحرك واضرب، او اضرب بعديها اتحرك تاني واضرب تاني واتحرك من الناحيه التانيه، يبقى بشتته. هل هو مثلا دفاعه كويس فابدا ان انا اشتته بضربات جانبيه او من نواحي تانيه غير اللي انا عايزها، فيبدا يعمل ايديه عليها او يدافع عليها، فابدا انا اضربه بعديها في مناطق اللي انا عايز اضربه فيها، زي ان انا اهوش تحت مثلا واقوم ضارب فوق، يقوم هو ينزل ايده تحت فيلبس فوق، وهكذا. عندك مثلا ان اللاعب ده مثلا سريع، رد فعله سريع، بيتحرك بسرعه على الحلبه، مش عارف امسكه، فابدا ان انا اقفل مثلا واحاوطه، امشي بعلامه الواي فاي اللي احنا قلنا عليها، علشان ان انا حصره في الكورنر لغايه لما اعرف اوصل له اللكمات بتاعتي. فعلى حسب دي هتجيلك منين؟ من الاستمراريه، من كتر الماتشات، من كتر البطولات، هتبدا تكتسب الخبره دي اللي تقدر انت في يوم من الايام تبقى انت بتعرف تقود نفسك على الحلبه، لو ربنا ما رزقكش بواحد زي اللي حكيت لك عليه.